في لحظات في التاريخ اللي بعدها مش زي اللي قبلها، مش لأن في حرب قامت ولا لأن رئيس قال تصريح، لكن لأن العالم كله بيكون بيتغير في صمت، واحنا بنبقى واقفين بنتفرج فاكرين ان كل حاجة عادية. بس الحقيقة ولا حاجة عادية. خلينا أسألك سؤال بسيط: هو ليه كل حاجة حوالينا بقت سريعة؟ ليه الأحداث بقت متلاحقة بشكل مرعب؟ ليه كل يوم تصحى على خبر تقيل كأن العالم مستعجل على حاجة؟ حروب، أزمات اقتصادية، توتر بين الدول، وتكنولوجيا بتجري بسرعة مش طبيعية. طيب ده كله صدفة ولا في حاجة أكبر بتتكون؟ خلينا نتفق على حاجة مهمة جدا. أنا مش جاي أقولك إن في مؤامرة ماسكة العالم، ولا جاي أبيعلك فيلم خيال علمي. أنا جاي أقولك في واقع لو ركزت فيه هتخاف من كتر ما هو منطقي. العالم طول عمره فيه صراعات، بس مش بالشكل ده، مش بالترابط ده، مش بالسرعة دي. زمان الحرب كانت بين دولتين، دلوقتي أي شرارة ممكن تولع منطقة كاملة، وممكن تسحب معاها العالم كله. وهنا بيجي السؤال اللي محدش بيحب يواجهه كتير: احنا داخلين على ايه؟ خلينا ناخد مثال واضح قدامنا: إيران. إيران مش مجرد دولة، إيران فكرة، مشروع، نفوذ ممتد في أكتر من مكان في المنطقة. وفي الناحية التانية إسرائيل، عداوة مش جديدة، لكن دلوقتي بقت أقرب من أي وقت، إنها ممكن تنفجر في أي لحظة. طيب لو حصلت مواجهة مباشرة، مش ضربات هنا وهناك، لا أنا بتكلم عن مواجهة مفتوحة، إيه اللي هيحصل؟ هل أمريكا هتقف تتفرج؟ مستحيل. هل روسيا والصين هيسيبوا اللعبة تعدي كده؟ برضه مستحيل. يبقى احنا مش بنتكلم عن حرب، احنا بنتكلم عن احتمال يفتح باب لحاجة أكبر بكتير. بس نستنى كده، هل معنى كده إن في حد قاعد يخطط لكل ده؟ هنا لازم نقف وقفة صريحة. العالم مش فيلم، ومفيش زرار واحد يدوس عليه فيتحكم في الكل. لكن في حاجة أخطر من كده: في مصالح، في دول عايزة تسيطر، في دول خايفة تقع، في قوة بتشد في اتجاهات مختلفة، والنتيجة عالم بيتسحب من أطرافه لحد ما شكله يتغير بالكامل. بص حواليك، فلوسك نفسها بقت في خطر إنها تبقى مجرد رقم. الكاش بيختفي وكل حاجة رايحة للرقمنة. يعني ببساطة كل حركة ليك ممكن تبقى مرصودة. شغلك مهدد، مش بسبب إنك شاطر، لكن لأن في آلة ممكن تعمل اللي بتعمله أسرع وأرخص. أفكارك، مين قال إنها كلها جاية منك؟ في إعلام وسوشيال ميديا وترندات مأثرة عليك وإنت مش واخد بالك، كلها بتشكل وعيك وإنت فاكر إنك حر. طيب هو كل ده صدفة؟ ولا إحنا داخلين على نظام جديد بس بهدوء؟ طب خليني أصدمك بحاجة: فكرة إن دولة واحدة تحكم العالم دي فكرة مريحة وأحسن حاجة، بس مش حقيقية. لا إسرائيل ولا غيرها هتحكم العالم لوحدها، لكن في حاجة تانية بتحصل: قوة كبيرة بتوازن بعضها، كل طرف ماسك جزء من اللعبة وانت موجود جوه اللعبة. طب والدين، هل الكلام ده ليه علاقة بأي حاجة احنا عارفينها؟ شوف، من غير تهويل ومن غير ما نركب أي حدث على إنه نهاية العالم، في إشارات واضحة زي فتن آخر الزمان واختلاط الحق بالباطل وسرعة الأحداث، إنك تبقى مش عارف الصح فين. مش ده اللي إحنا فيه؟ بس خد بالك، الدين ما قالكش تخاف وتستخبى، الدين قالك افهم واثبت وخليك واعي. أخطر حاجة مش إن في حرب تقوم ولا إن الاقتصاد يقع، أخطر حاجة إنك تعيش وما تفهمش، إنك تبقى جزء من مشهد كبير وإنت فاكر إنه مشهد صغير. يمكن حرب إيران لو حصلت
تبقى البداية، ويمكن تبقى مجرد حلقة في بداية السلسلة. بس الأكيد إن العالم اللي جاي مش زي اللي راح أو زي اللي إحنا فيه. والسؤال الحقيقي مش مين هيكسب، السؤال أنت هتكون فين، فاهم ولا تايه، واعي ولا مجرد رقم. في زمن زي ده مش محتاج تبقى عبقري، بس محتاج شوية عقل. مش عايز أطول عليكم، كان معاكم عبد السلام محمد من قناة شوية عقل، وسلام مؤقت للحلقة الجاية.